عندك الام في مفصل الفك من الناحيتين دول، الالام دي بتكون موجوده معاك اثناء المضغ، بتجز على اسنانك وانت نايم. عندك ليميتيشن في الاوبننج او مش عارف تفتح بقك بشكل كويس، بتسمع كليك او 2 كليك وانت بتفتح مفصل الفك وبتقفله. اي حركه في حركات مفصل الفك سواء يمين او شمال او قدام وورا فوق وتحت بيكون فيها الم. مش بتعرف تاكل الحاجات الناشفه زي المكسرات. لما بتيجي تختار ما بين الصدر والورك بيكون الورك اساسي. صديقي انت عندك مشاكل في مفصل الفك. طبعا مشاكل مفصل الفك تتعدد كثيرا وبيكون فيها تعاون كبير جدا ما بين دكاتره العلاج الطبيعي ودكاتره جراحات الوجه والفكين ودكاتره الاسنان. النهارده انا مش جاي اقول لك تشخيص، انا النهارده جاي اقول لك على 10 نصايح لو عملتهم باذن الله تحمي نفسك من مشاكل الفك لو لسه ما جاتلكش، ولو عندك بالفعل مشاكل في الفك باذن الله هتقل كتير. ففيديو دسم ان شاء الله، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. مؤخرا بيجي لي حالات كتير قوي مفصل الفك فيها مشاكل، الناس بتيجي من سفر العياده واماكن بعيده نظرا لان مشاكل الفك دي مش منتشره والناس مش عارفه ان في دكاتره علاج طبيعي بتشتغل في الفك. بكون سعيد جدا بثقه الناس فيا وجاي اشاركك 10 نصايح من اللي ببدا انصح بيهم المرضى بتوعي عشان يبداوا يقللوا من الام مفصل الفك ان شاء الله لحد ما نوصل للعلاج. بس في الاول هو مفصل الفك موجود فين؟ وهنا هياتي دوري للاستعانه براس عبده. وبعد ما عملنا لعبده العمليه الجراحيه وعملنا له عمليه خلع راس طبعا لاغراض علميه بحته، ونحب نقول لك يا عبده من مات في سبيل العلم فخلي العلم ينفعه. المهم مفصل الفك بيتكون من التقاء عظمه الفك السفليه بنسميها الماندبل والزيجوماتيك بون بتاع السكال او العظمه دي اسمها الزيجوماتيك بون، دي موجوده من عظام الجمجمه. بيلتقي مفصل الفك ما بينهم بالشكل ده كده، والمفصل ده مسؤول عن حركات كتيره جدا زي الفتح والغلق، حركه بنسميها اللاترال اكسكيرشن اللي هو تجيب بقك يمين وشمال كده، حركه اسمها البريتروجن والريتروجن ان انت تجيب الفك بتاعك قدام وورا بالطريقه دي. وما بين عظم مفصل الفك وبعضه في ديسك حقيقي زي اللي موجود في الغضاريف بتاع الظهر كده، بس موجود في الفك بنسميه انترفيرتبرال ديسك. وفي عضلات محيطه بمفصل الفك زي عضلات المسيتر او العضله الماضغه الاساسيه، عضلات التمبراليس، عضلات اللاترال والميديال تريجويدز الموجودين هنا. وعد بقى مشاكل الفك التي لا تعد ولا تحصى، مشاكل في العضلات، مشاكل في المفصل، مشاكل في الديسك بيتخلع، الديسك بيتخلع وبيرد، مشاكل في الكبسوله بتاعه المفصل وحاجات ثانيه كتير. وزي ما قلت لك الفيديو مش تشخيصي في المقام الاول، هو الفيديو علاجي عشان اديك 10 نصائح تبدا تستخدمهم عشان ان شاء الله معاناه الفك اللي عندك تقل. ومش بس كده لو انت عندك مشاكل في الفك، لا لو انت ما عندكش مشاكل في الفك طبق النصائح دي ان شاء الله عشان تتجنبها. واول نصيحه معانا من فضلك بطل تجز على اسنانك. يا دكتور انا مش بجز على اسناني، صدقني ببساطه جدا اطلب من والدتك او زوجتك او اي حد موجود معاك في البيت وانت نايم يصورك او يشوفك وانت نايم، هتتفاجئ بشويه اكتيفيتيز واحداث بتحصل انت مش واخد بالك منها خالص. ويا سلام بقى لو انت شخص متوتر بشكل عام وبتحتاج تمضغ لبان كتير، حاول تقلل من ده، بتعض ضوافرك بلاش. تاني حاجة محتاج تاخد بالك من لسانك. زمان قالوا لنا لسانك حصانك ان صمت صانك وان هنت هانك. الفك متفق معانا جدا في القاعدة دي. اللسان بتاعنا للاسف بيقعد يلعب جوه بقك وانت مش عارف بيلعب فين، فمحتاج ان انت تبدا تثبت اللسان في الوضع الطبيعي بتاعه. الوضع الطبيعي بتاع اللسان من غير ما اتكلم من غير ما اعمل اي اكتيفيتيز بيكون ثابت في سقف البق. بتجيب لسانك توديه في سقف بقك بالشكل ده يبقى مريح بالشكل ده. ويمكن ده جزء من تمرينات الميوينج اكسرسايز اللي ممكن نتكلمكم عنها في فيديوهات ان شاء الله كتير جدا ناس عارفينها بانها بتعرض الجو لاين او بتعرض الفك لاغراض تجميليه طبعا، بس هو الوضع ده مهم جدا 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 عشان الريستنج بوزيشن بتاع الفك، وضع الفك انه يكون كويس ويكون في الوضع الاسترخاء بتاعه الوضع الطبيعي. فاللسان حطه في سقف بقك ما دام مش بتتكلم او بتستخدمه. ثالث نصيحه اسنانك اللولي الجميله، حاول السنان ما تبقاش فوق بعضها كده. الطبيعي ان الاسنان العلويه تكون مقدمه عن الاسنان السفليه بمعدل 2 ل 3 مللي، فخلي بالك جدا من الوضعيه دي. ولو عندك مشكله في القصه دي كلها روح لدكتور اسنان ممكن يكون ليها حل ان شاء الله. رابع حاجه بالنسبه لوضع الشفايف بتاعتك، ما تبقاش فاتح شفايفك كده على طول ولا قافلها قوي كده، لا الطبيعي في وضع الشفايف ان هم يكونوا تقريبا لامسين بعض مع فرجه او حاجه خفيفه جدا تعدي هواء خفيف قوي، والتنفس الطبيعي يكون من المناخير مش من البق. ولما بقول البق انا اكيد اقصد الفم لاخواننا العرب غير المصريين. خامس نصيحه هي لها علاقه برضو بلسانك حصانك اللي احنا لسه متكلمين عنه، وهي لما تيجي تتاوب او تعمل حاجه اسمها يونينج تبدا تتاوب كده، ما تتثاقبش للهواء كده، حاول تخلي لسانك برضو في نفس الوضع البوزيشن اللي احنا قلنا عليه ان هو موجود في سقف بقك، ده هيخلي الفتحه بتاعت بقك اثناء التثاؤب ما تبقاش كبيره قوي. 6 من فضلك تجنب النوم في وضعيه النوم على البطن او الوجه. لما بتنام على وجهك او على بطنك غير ان الوضعيه دي لها اضرار كتيره جدا خاصه بالظهر والرقبه، برضو بتضر الفك، لان انت وانت نايم في هذه الوضعيه هتضطر تجيب دماغك يمين او لليسار بالشكل ده، وهذا الشكل بيحمل بشكل مباشر على مفصل الفك، واكيد انت مش عايز كده. رياكشن عبله كامل من فضلك.
ما تعملش كده. ما تسندش بايدك على خدك بالشكل ده، لان ده كده انت محمل على مفصل الفك بشكل اساسي. ده اللي بيعرضه الكومبريشن فورسز او قوه ضغط اللي بدورها بتاثر على مفصل الفك سلبا، فخلي بالك. تامن نصيحه، لما تيجي تاكل حاول تتجنب الاكل الناشف، يعني المكسرات حاول ابعد عنها، او لو هتاكل مكسرات حاول تكسرها شويه، مش لازم تكسرها ببقك. ابعد مثلا عن ازازه اللب. الحاجات دي كلها انا بشوفها مع المرضى بشكل اساسي يا جماعه، ليها دور مهم جدا جدا في الام الفك اللي بتظهر عندك. انا عارف ان انت اصلا في الغالب بتكون متوتر وبتجد في اللب والمكسرات والحاجات دي سلواك، لكن انت في الاخر بتدخل في دايره مفرغه، بتجز على اسنانك، بتقزز لب، فكك يوجعك، ترجع تقزز لب عشان التوتر ففكك يوجعك، وهكذا تفضل في دايره مفرغه مش هتخرج منها الا لما تبدا تظبط عاداتك. تاسع نصيحه، حاول تقسم الاكل وتقطعه لقطع صغيره، يعني بدل ما تلتهم سندوتش البرجر الكبير بتاعك العملاق ده حتى لو عامله في البيت بشكل صحي طبعا، قسمه 4/4، قسمه 8 تتمان براحتك. كل ما تقسمه لقطع اصغر يسهل ان انت ما تفتحش بقك كتير وانت بتعملها، ما بتمضغش بشكل عنيف عشان تبدا تجمع كميه الاكل دي كلها، هيكون افضل لفكك. عاشر تب مهمه جدا وهتريحك، حاول تعرض نص الفك للميه الدافيه الصبح وبالليل. يعني مثلا وانت بتتوضى كده الصبح بدري حاول تخلي الحنفيه بتاعه الميه تنزل ميه دافيه على مفصل الفك مثلا 5 دقائق او حاجه. ممكن تعمل كمادات دافيه برضه على مفصل الفك، ده هيزود الدوره الدمويه وهيقلل الاحساس بالالم كتير. بما انك قاعد معايا لحد الاخر فانت عارف ان انا بخلي فيها هدايا لحد الاخر، وهي نصيحه رقم 11، حاول تحافظ على التمرينات التصحيحيه البوستشرال اكسرسايز. ايه التمرينات التصحيحيه اللي بنتكلم عليها في مفصل الفك؟ زي ما اتفقنا الفك هو مرتبط بالرقبه، واتكلمت عن ده في فيديوهات كتيره. فرقبتك لو انت عندك فورورد هيد ورقبتك طالعه منك قدام كده، لا حاول ترجع ورا، بتشين ان شولدرز باك بالشكل ده كده. ممكن تستعين بالحيطه عشان تستعيد الوضعيه دي كلها. ما تبقاش دماغك طالعه كده برده، لا دماغك فوق رقبتك بالشكل ده، وتحاول تحافظ على الوضع ده لاطول فتره ممكنه خلال اليوم. طبعا بتعمله شويه وتريح شويه وهكذا، بس ده ان شاء الله هيساعدك كتير جدا في التخلص من الام الفك. وبس كده يا ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لا تنسوا اللايك الجميل. ولو عندك بالفعل مشاكل في الفك وعايز تلاقي لها علاج ان شاء الله احنا بنوفر ده في مركز مصر كلينيك. ولو انت من بره مصر او يصعب عليك الوصول الينا وعايز تستشيرني اونلاين فتقدر تحجز استشاره اونلاين معايا، وهتلاقي اللينكات موجوده تحت في الديسكربشن. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم. الغلط لا لساني بقى في سقف بوقي. فبقي فتحة بقي ما تبقاش قوي. ده صح، انما الغلط ان اعمل انا بمضغ الاكل دلوقتي. نايم اهو، انا كده نايم.